مساء الخير أعزائي المشاهدين. في الحلقة الأولى من برنامج أنا خرايا باللغة العربية طاولة مستديرة، حلقة نقاشية هنقوم على أديقة تي في شو بعرضها، تتناول مواضيع شركسية شتى. حلقة اليوم هتكون عن اللغة الشركسية، وكونه هو الموضوع المهم اللي احنا بنواجهه، حيث انه الأجيال الأصغر بالعمر ما بتتكلم هاي اللغة. المشاركين معنا اليوم من أعمار مختلفة، منهم اللي بيحكي اللغة الشركسية ومنهم اللي بيتعلمها، فبدنا نشوف آرائهم معنا اليوم وإيش السبل للمحافظة على اللغة الشركسية. السيدات نبلش معهم، إذا بتحكوا لنا كيف شو موضوع اللغة الشركسية بيعني لكم؟ أهم شيء بالنسبة للغة الشركسية إنه يعني بعتبرها أنا هي هوية للإنسان، للشخص الشركسي، إنه يكون يعرف لغته الشركسية. للأسف عرفنا هذا الإشي متأخر، بس مو مشكلة، هينا منتابع حالنا وعمالنا نحاول نتعلم قد ما بنقدر اللغة. وبهمنا كتير الجيل الصغير، يعني إحنا على كبر لحقنا حالنا، بس هلأ بهمنا الجيل الصغير نوصله الفكرة قد ايه هو مهم إنه يتعلم حاليا لغته الشركسية وما تضيع منه. تمام. برضه زي ما تفضلت سحر، انه نفس الشيء مهمه جدا للتواصل، خاصه التواصل انه شعبنا الشركسي متشتت يعني بكافة بلاد العالم، فانه هذا الوحيد اللي بيقدر يواصلنا مع بعض يعني وشيء نحافظ عليه. يعني اذا راحت اللغه او يعني ماتت اللغه يعني ما ضل لنا شيء. وطبعا هذا يعني هلا اغلبيتنا ما بعد بحكي عن جيلي مش متقن اللغة كامل، وخاصة كقراءة وكتابة، وهذا كله سيء. مثلا أنا حابة كتير أتعلمها، وفي عندي ظروف لحد هلا ما صح لي، مو زي سحر قبل شوي حكينا أنشط مني. فإنه لا، ضروري جدا يعني للتواصل لإلي أنا كشركسية كهويتي وكلغتي يعني، فضروري ولازم كمان لأولادي يعني، فقلنا كلنا. فهذه غلط يعني إنها تضيع يعني، وللأسف على وشك إنها تضيع وتموت كانت يعني. يعني هذا كمان سيء جدا يعني. بس انه هلا كثير مبسوطه انا بعرف الشباب والبنات اللي ما شاء الله صغار بالسن وعم بيرجعوا بيحيوها من اول وجديد، ومش سهل يعني، بس يعني حلو انها ترجع وتقوى يعني، ونرجع نحكي فيها وتكون يعني نتفاهم فيها، خاصة هلأ لأنه في حلقات التواصل بالفيسبوك وغيره، عم نحكي مع شركس من برا، فبنحب يعني إنه نتواصل بلغتنا، بدل ما أحكي معاه بالإنجليزي أو بدل ما أحكي معاه يعني، لا خليه بلغتنا يعني، مش غلط يعني، فحلو. هلا الشركس بيحكوا بشكل عام، بيحكوا مثل شركسي. طبعا الأمثال هي المرآة لأي مجتمع عشان بتورجينا حياته، فبيحكوا زي ما تبقي أب يعني، اللي ما عنده لغة ما له أصل. هلا هاي كانت جدلية إشكالية شوي، إنه كانوا في ناس يزعلوا إنه لما نحكي هذا المثل إنه زي ما تبقي أب، إنه أنا ما عنده لغة ما عنده أصل. فكان في ناس كان يزعل إنه لا أنا شركسي. هلا هي الجوهر بعتقد إنه الجوهر تبع المثل إنه هو أي شعب، مش بس الشركسي، أي شعب. حتى بالمثل مش قال الشعب الشركسي، هو قال أي شعب لازم يكون عنده هوية. الهوية هي زي الهوية الأحوال، الهوية اللي بتبين ماهية مين هو هذا الشخص، هي اللغة. يعني إذا حكينا واحد شركسي طلع على ألمانيا مثلا وشاف واحد شركسي من بلد تاني، مش من نفس البلد اللي هو اجى منه، والتنين بيحكوا شركسي وحكوا مع بعض بالشركسي، إذا كان في طرف ثالث مو شركسي بتفرج عليهم ضمنا هيعتقد والله هذول هذا من تركيا هذا من الأردن، التنين بيحكوا لغة واحدة، معناته هذا والله في شعب اسمه شركسي. بس إذا التنين بيحكوا مع بعض بالإنجليزي ما أعتقد إنه الألماني ما حدا رح ينتبه، ما بعتقد إنه هاي يعتقد أو يحكي والله هذول شعب. فشو رأي الشباب يعني بالموضوع؟ هي نقطة كثير مهمة. أنا طبعا بداية اللغة البيت كنت أسمع لغة شركسية، كان أبوي وستي دائما يحكوا لغة شركسية. نحن لغتنا البسلمية تقريبا، هي قريبة كثير عن القبردين، تفرق فارق بسيط جدا يعني. فأبوي كان دائما يحكي لي هذا مثلا، وكان دائما يحكي لي أنت لازم ترجع على الوطن، وكيف ترجع على الوطن لما تعرف شركسي، كيف تتفاهم معه هناك.
شو راح يحكوا عنك، شو كيف راح تحكي، كيف راح تثبت انه انت شركسي. راح يحكوا لك انت ما لك اصل وراح يزعلوا منك الشركسي هناك. انت بتحكي انك حابب ترجع على قفقاسيا وتعيش هناك، لازم تتعلم لغه شركسيه. فكنت زي ما تفضلت الاخت، انا لما طلعت من البيت كنت احكي كلمات بس، يعني تعال روح خذ هات بسيطه اللي بالبيت بحكوا لنا اياها. المدرسه لعبت دور كبير، مدرسه الامير حمزه. أنا طبعا درست مدرسة الأمير حمزة بين 83 سنة 1983 ل 1990، 7 سنوات أو 8 سنوات. المعلمات والأساتذة بشكل عام لعبوا دور كبير بالتأثير علينا، زرعوا فينا حب اللغة، الله يجزيهم الخير طبعا. بس برضه كان الموضوع مو سهل أبدا، لأنه اللغة الشركسية مخارج حروفها كثير صعبة أولا، وبعدين مش زي فرضا تحكي انت اللغه اللغه الالمانيه الانجليزيه كذا بتلاقي في كلمات متشابهه او قريبه. ممكن اللغه الشركسيه ما فيها ولا شيء، ممكن يعني بعض الكلمات قريبه جدا من اللغه العربيه، او مثل زمان شغلات ماخوذه من العربيه او التركيه بغض النظر. كونه مسلمين اخذوها من بس بشكل عام كان الموضوع مش سهل ابدا. يعني أنا طبعا كنت أدرس مع الفقه كمان بالمدرسة، وكان في عندنا شباب بيحكوا لغة شركسية بطلاقة يعني. كنا ناخذ ونحكي معهم. الأستاذ جنكات اللي كان يدرسنا كمان كان يدربنا رقص، برضه كان يحكي معنا بالشركسي لأنه أصله هو من تركيا ونحن ما نفهمش تركي، فكان يحكي معنا بالشركسي. فهذا كمان يعني واحدة من الشغلات اللي هيئتنا، يعني أنا تهيأت لي ظروف، في ناس كثير تهيأت لها ظروف، بس معظم الشباب عندنا ما تهيأت لهم ظروف هاي. أنا لما طلعت على نالتشيك في 1990. طبعا للعلم واجهتنا أول مشكلة بنالتشيك إنه مش كل الشركسي بنالتشيك كمان بيحكوا شركسي. كمان يعني في 75% من الشركسي هناك بيحكوا روسي. ولما يحكوا شركسي بدخلوا الروسي بالشركسي وبدخلوا الشركسي بالروسي، فكان بالنسبة لنا كثير صعب. فبرضه واجهت هاي المشكلة هناك، كثير واجهتها يعني. بس الاشي اللي خلاني احكي شركسي بطلاقة لما رحت فعلا على تشركيسك. نحن انا مسقط رأسي من تشركيسك، قرية اسمها بندقين. هناك بالقرية ما حدا بيحكي روسي، كلهم بيحكوا شركسي، وكلمات شركسية بحياتي عمري ما سمعتها. كان معي ابن عمتي بسلان كان بيعرف شركسي، فكان يتواصل معهم. فابن عمتي ظلوا معي فترة هناك، فأنا كنت دائما لما يفيك مترجم أسهل إنك تستخدم المترجم. كل يوم يحكوا معي بدي أحكي شيء بس لا مترجم، بدي أحكي هيك. المهم جاء تليفون الزلمة واضطر يسافر رجع على سوريا، ضليتني لحالي بيناتهم. ضليتك لحالك بيناتهم، فيش زي اللي بيعلموا سباحة وبرموه بالمسبح. ولما يضطر الواحد بصير بالغصب. طبعا، بس انت في عندك يعني كان في عندي قاموس كبير ملغي. طبعا ملغي ورا، انا ما كنت استعمله نهائيا. هذا بس يطلع. فبغضون اسبوع او اسبوعين بلشت احكي شركسي، صار يطلع المخزون اللي عندك، لانه اللي معتمد عليه راح. فخلص وقتها خلص اعتماد على النفس بدك اللي صار اولا كنت استحي. طبعا كان يحكوا لي لا تستحي، وغلطت كثير مرات، وكثير مرات ضحكوا علي، كثير مرات كلمتين يكونوا راب على بعض انا بتذكرهم. هلا انا بعرف انه فرضا بالجمله هاي بتنحكى الكلمه هاي وبحط كلمه بدالها بتشبهها، يعني بستخدم كلمه بضحكوا علي فرضا، بس لا دغري بذكروني فيها، بيقولوا لي لا بالموقع هذا ما بتحكي هاي الكلمه، بتحكي هاي الكلمه. يعني فرضا كان يصلحوا لك. اكثر موقف محرج مر فيي، اجى ضيف من عمان فانا استقبلته، فاخذته عند قرايبي، فهو جاي معاه هدايا، فهو بيقول لي ترجم. انا لقيت مين يترجم هسه. فبيقول لي بدي اياك تحكي لهم انه انتم بتستحقوا اكثر من هيك، بس للاسف هذا اللي طلع بايدي. هلا انا كيف طلعت معي هاي؟ طلعت معي فانا خبها في خويه انه انتم بدكم اكثر من هيك. طبعا وصرت بالحكي وكذا وهذا، المهم كل عم بضحك وسكتوا، بس خلص الموضوع. فبيقول الكبير بيحكي لي فراس فخويه جبقى خنقهم، فخويه جبقى ما يعني نحن بدنا مش فخويه فاشة، يعني انتم بتستحقوا، يعني احكي بفخوة فاشة بتستحقوا اكثر من هيك، بس هذا اللي طلع بايدنا. ففي مواقف كثير محرجه صار زي هيك. بس انا اللي بدي احكيه يعني فعلا هلا الشباب الصاعد انتبهت كثير عندهم انه في النزعه هاي، وانا كثير مبسوط.
انا واحده من الشغلات اللي حابب اذكرها هون لغه الوبخ ضاعت. لغه الوبخ ضاعت مع اخر ختيار وبخ مات في تركيا بسنه 93. نعم. ولا بسنه 93 انا كنت هناك، وفعلا يعني نحن زرنا ب 92 طلعنا زياره للشابسو، لتوأبسي طلعنا زياره، وكانوا يحكوا بموضوع اللغه طبعا، وكانوا يحكوا بموضوع الوبخ بالذات، لانه اصلا هو البخ والوبخ اكثر شعب تشتت، واول لغه ضاعت نهائيا. فبتقدر تحكي لما مات الختيار هذا بتركيا بقفقاز يعملوا حداد. الله اكبر. بقفقاز آخر واحد يتكلم آخر واحد يتكلم لغه الوبخ. فهو انا والله افشى عليه عن جد فعلا شيء عن جد محزن وبدايه يعني يعني مش صح. وزي ما حكت الاخت كمان ايدنتيتي، اللغه وهويه، يعني شو ما كان. وبعدين يعني واحده من الشغلات اللي تعلمناها نحن كمان، كل لغه لها شخصيه. انا بحكي 4 لغات، بحكي انجليزي وروسي وعربي وشركسي وشوي تركيه، بحكي شوي تركي. فعلا انا حكت لي اياها واحده ماجستير بنالجيك، بتقول لي كل لغه لها شخصيه. يعني انت بتحكي 4 لغات عندك 4 شخصيات، وفعلا صادقه. صح. اللغه اللي بتحكي فيها شخصيتك مستقله فيها، وبتلاحظ على نفسك، بتصير حتى حركات ايديك وحركات وجهك، كل شيء فيك بتغير. طبعا هلا هاي على فكره هذا علم بحد ذاته، انه كل لغه في لها منتاليتي بيحكوا. صحيح. وفعلا انه حتى في مصطلحات او في تعابير باللغات المختلفة. يعني ممكن انت لما تكون تحكي انجليزي بتستخدم التعابير اللي بيستخدموها اهل هاي اللغة، لما تحكي بالعربي بتستخدم التعابير. وانت شغله مش انت بتتحكم فيها، مش انت، هذا اشي هي بتتحكم فيه. هي شيء، نعم، هذا خصوصا اذا انت تعلمتها من اهلها. يعني اذا تعلمتها من اهلها واخذت الصفات. ولكن انا بدي احكي شغلة. هلا انت حكيت عن الظروف انت يعني كان عندك حظ، تهيأت الظروف احسن، تهيأت لك الظروف انك انت تعلمت. هلا هل تعتقد انه احنا الشركس نحتاج لظروف مشابهه او حظ عشان يرجع الجيل الصغير يتكلم لغه شركسيه؟ انا بتهيألي انه هاي مزبوط. نحن بنحتاج مسؤوليه علينا، نحن اللي بنحكي شركسي، نحن ننشئ الظروف هاي، ننشئ الحاجه. لازم اول شيء ننشئ الحاجه للشباب. بديش احكي الجيل خلينا نحكي بال 80 وتحت واعي كفايه انه لحاله يستوعب انه انا بدي اتعلم شركسي. اما الشاب الصغير اللي تحت اللي من 90 فرضا 85 و90 وفوق، صعب انك توصل له الفكره اهميه تعلم اللغه الشركسيه الا اذا كانت نابعه من جواته. خصوصا انت زي ما حكيت عن الاعمار الاكبر شوي لحقوا ممكن التيتا والجدو بالضبط اللي كانوا بيحكوا شركسي اصلا مع بعض. وفي منهم يعني حتى في ناس عندهم الست والجد بيعرفوش عربي منيح يعني، فهو يعني لاحظ اللغه، يعني لو ما بيعرفها سمعها. ولكن خصوصا الاجيال اللي نحكي تحت ال 95 لتحت، في ناس منهم يعني حسب تجربتي الشخصيه انه لما كنا ندرس شركسي، انه في ناس كانت اللغه الشركسيه للاسف بالنسبه له زي الصيني. يعني هلا في ناس ما سمعها ابدا يعني. في ناس لما تحكي قدامه حتى لو ما بيعرف بتلقنه الدرس، تعطيه الدرس بكون بتجاوب اكثر. في ناس زي كانه بيتعلم صيني. هاي الشغله للاسف يعني محرجه. ولكن برجع بحكي انه الاجيال الصغيره هي اللي لازم انا برايي الشخصي انه هي اللي لازم يتركز عليها اكثر، عشان انه هذا لا يعني انه الكبار مش لازم يتعلموا او هذا واعيين كفايه انهم لحالهم يعرفوا. ايوه هذا انا هاي بوجهه نظري، انك انت تعطيهم دافع او حافز تحفزهم، لانه هم اصلا خلص وعيوا انه نحن لازم نتعلم شركسي. وفي كثير اذا عم تلاحظ الاقبال اكبر عند اللي اعمارهم اكبر. مظبوط، كثير اقبال اكبر. نعم. بس الصغار نحن بحاجه نحفزهم. وانا برايي يعني لازم نلاقي لهم حاجه. هلا ما بعرف انت بجوز تسالني شو الحاجه، انا ما بعرف شو الحاجه ممكن تكون يعني.
بس لازم نلاقي لهم حاجه نعمل رغبة لتعلم يعني. اللغه الشركسيه. يعني يكون عندهم رغبة أكثر ليش؟ عشان حافز يتعلموا. مش حافز. في حافز وحاجه مش بس حافز. حافز. هلا الحافز انت بدك انك تحفزه انه بتحفزيه، بتقولي له فرضا انت شركسي، ابوك شركسي، لازم تحكي شركسي، هاي هويه، هذا اسمه تحفيز. بس حاجه انه هاي الشغله ما بتقدر تسويها الا اذا تعلمت لغه. بدخلني على موضوع تاني، انه قبل فتره كنا نفكر، يعني كان في بعض الاطروحات بتحكي انه ليش ما نسوق اللغه الشركسيه انجاز التعبير كسلعه. هذا اللي كان بدي احكي انا كسلعه فعلا نسوي لها ماركتينج، انه زيها زي اي شيء تاني، فعلا انه ممكن تصير موضه، ممكن تصير موضه معينه، انه يعني واحد بده يتعلم اللغه عشانها موضه. يعني الشيء بالشيء يذكر، ممكن يكون خارج الموضوع اللي احنا بنحكيه. من 5 سنين وجر انتشرت المسلسلات التركيه، فصرت صرت اشوف ناس كثير حاب يتعلم تركي، عشان انه الميديا لعبت دور انه تعلم، يعني صار حاب يتعلم هاي اللغه عشان الميديا. احنا اذا لقينا طريقه معينه، هذا برجع لموضوع انه الوعي، كيف يعني الواحد اللي كيف يتعلم شركسي، لازم نوصل يعني نبلش من المراحل اللي هي اول شيء تثقيف، انك انت تكون واعي انك انت لازم تعرف لغه شركسيه، بعدين بالتالي بتتعلمها، او انك انت تسوي لها ماركتينج معين، تسويق جيد، انه تخلي الكل حاب يتعلم. نطلع فاصل. رجعنا لكم في سلسلة حلقات أنا خرايات الطاولة المستديرة. الموضوع اليوم كان عن اللغة الشركسية. بنرحب كمان مرة بالمشاركين، حابين نسمع آراء الشباب، تجاربهم، وجهة نظرهم عن موضوع اللغة الشركسية. أنا بحب أحكي عن تجربتي. أنا يمكن تجربتي بتختلف شوية عن الكل، لأنه أنا تربيت في عيلة كان يعني استخدام اللغة الشركسية كانت في الإجبار. تربينا كانوا يحكوا معنا، لما كبرنا شوي دخلنا المدرسة تعلمنا العربي بسهولة، فصرنا نحكي عربي، صار لا مش عربي بدك تحكي شركسي غصب عنك، ولدرجة صار في استخدام العصاية، إذا بتحكي بالعربي ما بدك تحكي بالشركسي. فضلينا نحكي فيها مني أنا لأصغر أخي لي لحد الآن، يعني نحن بنحكي باللغة الشركسية. بدي أسألك سؤال، هلا أنت بتعتقد أنت في عندك يعني ميزة انك انت بتحكي اللغة الشركسية؟ انت حاسس انه عندك بداخلك في ميزة انك بتحكي لغة شركسية؟ يعني اوضح لك اكثر. هلا انت لما تكون تفكر، انت بتحس انه عشانك بتحكي اللغة الشركسية من البيت انه انت محظوظ، نعم، او بطريقة تانية كمان ان لا انت ما عندك المشكلة اللي الناس عندهم اياها، اللي هي انه انا ما بحكي لغة وبدي اتعلم. صحيح. لا انا هاي الشغلة محظوظ فيها. انا ما حسيت فيها غير قبل فترة، صح لي سفر على تركيا بشغل، فالتقيت مع ناس بقربوا لنا من نفس العيلة، فهم ما بيحكوا انجليزي او عربي، ما بيعرفوا، وانا ما بعرف تركي، فاللغه الوحيده اللي كانت التواصل معاهم بالشركسي كان. فاجوا اخذوني من المطار، رحنا عندهم على البيت، سووا عشاء، قعدنا كلياتنا، اللغه الوحيده اللي بنحكي فيها مع بعض بالشركسي. فانا لما خلصنا السهره وروحت على الفندق هيك بدي اجهز حالي اسافر، فانا بقول الحمد لله انه والله انه طبعا اخرجتني بالمأزق. فهاي يعني اشي كتير بشوفها يعني ميزة تعلمت فيها شركسي. بس بالمقابل كمان يعني ما بشوف والله انه اشوف حالي على غيري، والله انه ايه والله انا بعرف انت ما بتعرف، لانه هاي موجودة زي ما حكينا، اللغة هوية الام. هسه مش اللي ما بيعرف، ظروف صارت انه هو ما تعلم، فلما واحد يسمع لما تقول له بزازيم ام تبقي اب، يقول لك طب انا مش شركسي. لا انت شركسي، بس يعني لها شوي جهد. بس هو لازم اقل ما فيها يحاول يتعلم. نعم لازم، بما انه هو بيحكي عن حاله شركسي، اقل ما فيها يكسب شرف المحاولة. هذا اللي بحكي. مزبوط. حاول، وممكن ما تزبط معك، ممكن في ناس بالنسبة له موضوع صعب، ممكن في ناس بيقول لك انا عقلي مسكر. وعلى سيرة المحاولة، بس حاول. على سيرة المحاولة يعني لازم انت تحكي لنا تجربتك. انا بعرف شخصيا
تجربتك بتعلم اللغة الشركسية؟ يعني أنا بالعكس، أنا يعني من الناس اللي معجب كتير بطريقتك، يعني اللي بيشاهدونا يزن من الناس اللي آخر سنتين صرنا نهرب منه قد ما بيسأل، يعني معاه دفتره وقلامه وبيجي على النادي يعني ايش ما بيصح له بده يتعلم اللغة الشركسية. فانت شو تجربتك في الموضوع؟ انا بصراحة الموضوع عندي زي ما تحكي عقدا من وانا صغير، يعني ستي الله يرحمها انا كثير كنت عايزها، لأن أنا أمي كانت تشتغل، أبوي كان يشتغل، فتعرف ما كان في يمكن حضانة، كان أحسن واحد يكون عند سته بالبيت. فكان دائما ضل تحكي لي أنتوا شركس بالاسم، شو أنت شركسي بتعرفش تحكي شركسي؟ يعني هي بالنسبة لي. طبعا أنا وأنا صغير بتحاول تتعلم، بس كان تقهرك يعني الموضوع إنه تحفزه تحفيز. الموضوع هسه إنه أنت تروح على المدرسة ما بتعرف تحكي من البيت، كان بس أمير حمزة، إذا أنت ما بتعرف تحكي من البيت أنا بوجهة نظري مستحيل تتعلم بالمدرسة. راح تتعلم يمكن قراءة وكتابة كتب الأحرف. أدخل على المراهقة هاي، هو مش مستحيل، بس تكون توفر لك ظرف إنه والله في معلومات بيقدروا يعلموك شركسي، يضل الرغبة اللي من جوا الشخص. هو يعني الرغبة عند الصغير، ما هو هذا بيصفي إنه يعني أنا بقول لك أنا وأنا صغير حاب، بس يعني وممكن أنا مشان ما أضل المدرسة، أنا ما طولت مدرسة أمير حمزة، يعني هم 4 سنين. ممكن لو طولت أكثر كان تعلمت المدرسة، بس أنا اللي صار معي إنه لا. طبعا بهذا الصدد لازم نحكي إنه مدرسة أمير حمزة يعني إنه هذا إشي كتير كويس، إنه عندنا بالأردن مدرسة بتتعلم اللغة الشركسية. في بلدان أخرى فيها تواجد شركسي أكثر من الأردن. أنا هون مش قصدي المدرسة، أنا قصدي إنه بالبيت هو المركز الأول لتعلم اللغة، مش المدرسة. هي ممكن المدرسة تكون المفتاح المساعد. شيء مساعد. يعني أنت المدرسة تعطيك دروس بالرياضيات، بس أنت لو ما درست بالبيت 100%. نعم صحيح. نعم صحيح. هذا يمكن شيء أنت شفته بالدورات اللي أعطيتها، يعني أعطيت عدد منيح من الدورات. إذا اللي بياخذ الدورة ما بتابع بالبيت ما راح يرد يجي الدرس الثاني تسأله سؤال عن الشيء اللي أعطيته إياه ما راح يكون ناسي. فأنا اللي بحكي إنه موضوع من البيت. للأسف أنا ما صح لي أتعلم من البيت. لما كبرت صرت أتعرف على أصحاب إنه والله هذا سالي بيعرف يحكي، ناولس بيعرف يحكي، فلان بيعرف يحكي. وسألت أكثر من واحد إنه كيف بدي أتعلم أحرف، بس صار الموضوع أسهل بالنسبة لنا. بتفوت على اليوتيوب بتلاقي يعني أنت شفت إنه وجود ناس بمحيطك عمرهم مقارب لعمرك بيحكوا اللغة الشركسية كان محفز لك انك انت تتعلم اللغه الشركسيه يعني بالدرجه الاولى. انا بالبدايه بلشت لحالي. يعني انا رحت عند قناه نارت، كان في دروس اللي بحطوهم نسيت شو اسمه بالضبط. اخذت كانوا 40 درس، وبالشغل لما يصح لي بريك، لما يصح لي وقت فراغ بحط السماعات على التليفون وبكتب هو شو بيحكي، وثاني يوم برد بدرسه. خلصت ال 40 درس. مثلا سري انا ما كنت اعرف منه، يعني سألي شوال مرحبا كيفك، بعدين انا بعتبه على الفيسبوك قلت له انا عم بتعلم شركسي بدي تساعدني. انا لا بعرفه ولا هو بيعرفني. قال لي خلص تمام. نفس اليوم التقينا وبلشنا مع بعض. وانت جيت اخذت معك دوره. اي واحد بشوفه بيعطي دوره او بيحكي شركسي انا بروح بتعرف عليه، يعني ما بستنى يكون هو اوريدي يكون صاحبي مشان احكي له. في دافع عندك لحالك من جوا نابع، يعني بغض النظر عن الظروف اللي حواليه. هذا الزلمه هو عنده وقت فراغ ما عنده، انا بدي اروح اسال. يعني انت عم تلحق ورا الاشي اللي بباله. هذا الاشي المشكله انه مش موجود عند باقي الشباب اللي عندنا او غالب الشباب. يعني بتلاقي عندنا في الشباب كثير بتقول له تعلم شركسي بيقول لك ما بطعمي خبز، تعلم انجليزي احسن لي او اي لغه ثانيه مثلا. بس اسمح لي ولد، انا اللي بيحكي هيك انا ما بزعل منه، بس أكيد. اذا بتعلم اللغه اللي بيحكي انه بطعمي خبز بالضبط. انا بنبسط لما اشوف شباب شركسي ناجح بيحكي اسباني 100% بيحكي صيني وبيحكي ياباني، بس للاسف اللي بيحكي هيك لا هذا ولا هذا ولا يطلع بالضبط 100%. بيوجع قلبه. طب رائد يعني خبرنا عن تجربتك او خبر المشاهدين، يعني انا بعرف تجربتك. والله انا اجمالا يعني بالشغل لما اتعرف على ناس جديد
بالحياة اللي حوالينا. يعني بيجي واحد بيسألني بقول لي مثلا بتحكوا انت شركسي؟ والله شركسي. ما شو بتحكوا طيب بالبيت كيف تحكوا؟ نقول له بنحكي شركسي. طبعا انا بكذب لانه احنا بالبيت للاسف ما بنحكيش شركسي. بس لما تنسأل سؤال زي هيك عن جد محرج. نعم. طب انت شركسي شو بتفرق عني؟ ولا شيء زيك. شو اللي بميزك عن بميز فلان عن فلان؟ انه انا بحكي شركسي انت ما بتحكي شركسي. فاللي صار انه اول مرة بكذب والله بنحكي يعني 90% بحكي كلمات 20% يعني من هون كل مرة بحكي شكل. بعدين قعدت مع حالي بقول طب انا شو اللي بعمله؟ لامتى بدي اضلني اكذب على فلان ولا احكي بتعلم؟ طب ليش ما اتعلم؟ وفي كمان فترات انه كنت اوكي حبيت اتعلم، ما في حوالي لا انترنت كان في كثير مثلا. هو موضوع انه ما فيش مصدر تعليمي، فيش دوافع، فيش حوافز. صرت حافظ لي هالكم من كلمة احكيهم بكل محل. اللي له وقته واللي ما له وقت يعني، عرفت؟ بتحكي لي اي شيء اقول لك نفس الكلمات اللي بحكيهم باي، انه هيك نوع من الدعابة يعني. فصار الموضوع مرات مضحك. بعدين قعدت مع حالي انه طب انا عم بحكي اشي بضحك، وبحكي شركسي بس مش بمحله، فهذا اشي يعني بضحك طبعا. طب لامتى بدي اضل اضحك او الناس يضحكوا على اللي بحكيه يعني بغض النظر شو هو؟ فشوي شوي انه صار يعني لازم خلص يعني اخذت الخطوة انه ان شاء الله جد بدي ابلش. وطبعا في الانترنت صار موجود في كتير يعني اشياء ممكن تساعد، ابليكيشنز في يعني ويب سايتات ممكن. نعم. يعني حتى ثقافتنا وتاريخنا عرفنا جزء كبير منه مش من اهلنا ولا من الكتب اللي قريناها، من النت ومن يعني في كتير شغلات من الانترنت عرفناها، يا من اليوتيوب يا فيديوهات يعني. فهذا الاشي لازم كتير احنا نستفيد منه. يعني هو اكتر اشي هسه ممكن نستفيد منه لتعليم اللغة الشركسية او المحافظة عليها هو الميديا. فبعدين خلص قررت ابلش اتعلم. طبعا بالبيت ما بنحكي، متجوز بدي اتعلم. احسن اشي نعمله اني اتعلم انا وزوجتي حتى نمارس هذا الاشي بالبيت. يعني انه شوي احسن من لما اتعلم لحالي على الفاضي مع مين بدي احكي. لانه اكبر مشكلة بتواجهنا انه محادثة ما في محل. لازم يكون في زي مجتمع مصغر، يكون في يعني ضل تداول اليومي. تداول اليومي يعني هلا مين بيحكوا شركسي بكل العالم؟ هم سكان القرى غالبا. نعم. لانه كله شركس، لانه اللغة الرسمية شركسية. نعم. اما اي محل اللغة الرسمية مش الشركسية، قد ما تعلمت بما انك عم تحكي لغة ثانية راح تضل ركيك، ما راح يصير بالقوة اللي بدنا اياها. اللغة الشركسية بشكل عام يعني شيء بالشيء يذكر. اللغة الشركسية حتى باللغة الشركسية بيحكوا ندج في بزاف. يعني اللغة نقدر نحكيها نترجمها بالعربي اللغة الأم. فهذا يعني بيخلينا نسأل سيداتنا هل تعتقدوا انه ابدا انه الام اللي تتكلم اللغة الشركسية اكثر من الاب، خصوصا انه احنا بنعرف انه يعني ممكن يكون كل ابناء العالم، ولكن الشركس بشكل خاص تعلقهم بامهاتهم اكثر من ابائهم لعاداتنا وتقاليدنا يعني. فشو وجهة نظرك، شو رايكم في هذا الموضوع؟ اكيد الام لازم، لان الام يعني هي كمان اكثر وقت بيكون مع اولادها، هي اكثر من الزوج. الزوج قليل حتى يحكي مع اولاده. فالام لا، هي اهم انها تحكي يعني تتواصل معاهم. فلازم تكون يعني عارفه اللغه مزبوط، وحتى تقدر ودائما تحكي معاهم حتى يستوعبوا هاي اللغه. فالام اهم. نطلع معكم فاصل ونرجع لكم بعد شوي. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين. عن موضوع اللغة الشركسية. يقال او الشركس بيحكوا ان اللغة الشركسية، باللغة الشركسية بنحكي الندج فبزة اللي هي اللغة الام. هذا متعارف عليه بشعوب كتير بيحكوا اللغة الام حتى باللغة العربية. فهذا يعني انه هلا يعني الام هي الاساس في تعليم اللغة للاجيال او للابناء. فهذا السؤال بيخلينا نسأل سيداتنا هون، شو بتعتقدوا بموضوع انه هل انه الام هي الاهم في تعليم اللغة لابنائها ام الاب؟ لا، الام اكيد. الام لانها اقرب للاولاد بحكم انها يعني مشاركتهم بكل شيء،
بتشاركهم من لما الصبح مثلا قبل ما يروحوا للمدرسة، حتى قبل ما يفوتوا مدارسها، هي اللي يعني تواصلها ما بنقطع. يعني نحكي ايوه يعني ما في تواصلها، ما بنقطع معاهم الا بس مثلا فترات قليله جدا اللي هو المدرسه، الدوام، الشغل بس. ولا تواصل الام مع الابناء يعني دائم يعني، وخصوصا يعني حتى بالعادات الشركسيه دائما الابناء الشركه تجهوا للام، يعني تواصلهم مع الام صح. اكثر من الاب حتى مشاكلهم كذا بتجهوا للام، وهي دائما اللي بتكون حلقه وصل بينهم وبين الاب. حتى اذا بدهم مصروف بيروحوا للام، ومش بس مصروف او اي شيء بدهم، مش الاب مش موافق عليه طبعا للام. فالام دائما الاقرب، يعني زي ما حكيت بحكم هيك كمان غريزيا. معناته بتعتقدي انه هذا بحط على الام مسؤوليه اكبر اكيد في تعليم اللغه الشركسية؟ اكيد يعني اذا الام مش متعلمه اللغه ومش متمكنه منها مأساة. يعني عشان هيك نتوجه احنا لاخواتنا والصبايا الاصغر بالعمر انه يشدوا حيلهم ويتعلموا اللغه الشركسيه. صح. الجيل القادم صح. مسؤوليه في اعناق الام اكثر من الاب، ولكن لا يعني انه الاب لا كمان الاب فعلا هو مكمل الاب كمان. نعم. لانه بالحزم اللي معروف فيه الاب عندنا بيقدر يعني يضبط اولاده انه القمع الايجابي بالضبط. ايوه القمع الايجابي بيقدر يضبط اولاده انه بدكم تتعلموا اللغه. نعم. او ما بيصير تحكوا الا اللغه الشركسيه في البيت. إذا اسمحوا لي أنا بدي أرجع فيكم الموضوع لورا شوي. تفضل. في شغلة لاحظتها لما بلشنا بالحديث عن موضوع المثال اللي بتداولوه دائما اللي هو بزازي مقر شبكيات. هذا أنا باعتقادي إنه هذا المثل مفهوم غلط. أنت حكيتها بس ما كملتها، يعني ما كملت. الشبكي رقم الشبكي، وهو الشبك مش الأصل، لازم هو الشعب، يعني أديك الشبك بيحكوا الشعب الشركسي. نعم. فلما تيجي أنت تحكي فرضا بزازي مقر شبكي رقم، يعني أنت إذا أنت ما تتكلم اللغة الشركسية زي أكنك أنت بعيد عن شعبك. نعم صحيح. يعني أنت ما بتنتمي لشعبك، مش إنك أنت مش شركسي، لا أنت شركسي بس بعيد عن شعبك، زي أكنك زي ما حكينا مش حركة توصل. المثل هذا أنا أول ما سمعته فهمته غلط، زي ما الكل فاهمه غلط، يعني بعكس ما أنت حكيت. بس برضه بنفس هاي بنفس هاي الصيغة برضه، بنفس هاي الصيغة حفزتني. يعني إذا مثل من عندي ومن لغتي بحكي لي إذا أنت ما بتحكي شركسي معناته أنت مش شركسي، معناته يا أما فعلا أنا مش شركسي وما بدي أكون شركسي وما بدي أتعلم، يا بدي أكون شركسي وأتعلم وأكون معلم. أو مش هامل الموضوع يعني. بالضبط. فبيعمل حافز، يعني حتى لو انفهم غلط. أنا هيك وجهة نظري. غير هيك يعني احنا دائما نحكي، أنا هسه يعني بين الشباب كلها الشركسي شخصيته قوية. نعم. لازم أنا شخصيتي قوية مش قادر أحكي لغتي يعني. طب يا هل ترى بمجتمعنا الشركس هذا يعني بصراحة أنا لاحظته، يعني ما بعرف بدها دراسة إنه عن جد مهم يعني عند مجتمعنا، إنه عند كل الأهالي ولا عند مثلا قديش في المية مثلا عائلات عندنا مهم عندهم إنه يتعلموا شركسي. أنا بعتقد على حسب البيئة اللي نشأ فيها. نعم. هلا أنا بعتقد إنه اللي كانوا الإخوان يحكوا عن التواصل الاجتماعي التكنولوجي اللي صارت في مؤخرا من 10 سنين نحكي وجر، فكرة هي كانت كنز للأمة الشركسية. أنا بوجهة نظري كنز، عشان فعلا يعني فتحت لنا آفاق كبيرة وواسعة، إنه أول شيء نتواصل مع، صار يحس الواحد بأهمية اللغة، نتواصل مع شركس من مختلف من برا فعلا. ثاني شيء أعطتنا الوسائل التولز إنه نتعلم اللغة الشركسية، إن كان فيديو، إن كان أبليكيشن، إن كان أي شيء. هذا بعتقد إنه لعب دور شوية إنه روج لموضوع اللغة. ولكن الشيء الأوسع أو الشيء النقطة الأكثر اللي خلت على ما أعتقد الشركس شوية ميالين لموضوع اللغة اليوم، إحنا بنواجه بالعالم كله إشي يسمى العولمة. إنه هلا بالناحية هي إشي إيجابي، هي بتخلي العالم قرية صغيرة توصل لك كل الأشياء خلال ثواني معدودة. أي كتاب بدك إياه بتطلب من الإنترنت، أي شركة بتقدر تخاطبها أونلاين، ما عندك أي مشكلة. ولكن بنفس الوقت هاي العولمة عم شوي بتمحي الشعوب الصغيرة خصوصا. زي احنا الثقافات القديمة. والإنسان بطبعه الإنسان بده الشيء الجديد، أو هو لا، الإنسان دائما مثابر بشكل عام.
لما يحس انه هو بفترات البحبوحه الراحه ما بكون مهتم، بس لما يبلش ينزل في المنحدر شوي شوي بيصير تشبه، بحس بالحامي زي ما بيحكوا بالعاميه، بتشبث، فبالتالي بيؤدي الى انه يسوي كل الوسائل انه يحافظ على الاشي الموجود عنده. ولكن احنا اللي شوي بنقصنا اليوم انه لازم الجيل الاكبر يساعد انه يعطي توعيه اكثر للجيل الاصغر انه يمشوا بالمسيره، عشان انه في على ما اظن 20 سنه قادمه اذا ان شاء الله ما يكون هذا الحكي، ولكن بعتقد انه في 20 سنه قادمه اذا الموضوع اللغه الشركسيه بالعالم مش بالاردن بس ما نشغل عليه، على ما اظن انه هنواجه انه بنت ما بنحكي انه تنقرض اللغه بتنقرض، في لها عوامل انها تنقرض، انه مش مكتوبه بالاردن، بس بالاردن ممكن انه طب بتفكر إلها حلول مثلا؟ يعني ايش مثلا ما عمرها تتناقش ايش الحلول اللي ممكن انه هاي اللغه تصير مهمه عند مثلا؟ هلا بالضبط. هلا الميديا، نشغل الميديا، نرجع لموضوع الماركتينج. الميديا نحاول، يعني هاي احنا رساله نوجهها لكل الناس انه اللي بيشتغلوا ميديا او اللي بيشتغلوا اي اشي ان كان مقروء او مسموع او مرئي، انه يحاولوا يسووا اشي لموضوع اللغه الشركسيه، عشان انه هي اذا كان بدعايه معينه ممكن انه نخلي اكبر قدر ممكن من الناس ياخذوا رايه المحافظه على اللغه الشركسيه. فبعتقد انه احنا بنقدر ناخر بالاردن، هذا خلينا نحكي سبيسيفيك، نقدر ناخر بالاردن جيلين. صحيح، يعني نقدر ناخر جيلين. هلا بصفي بعد جيلين هم كمان بدهم يكملوا يشتغلوا على هذا، ولكن اذا ظل الموضوع زي اليوم، ومع انه انا مش من الناس المتشائمين، انا مش من المتشائمين، لا اكيد طبعا، عشان انه احنا يعني انا من عمر، انا بالتسعينات كان الوعي اقل من اليوم، يعني على ما اظن خلاص بشاركنا الراي، بالتسعينات كان الوعي وارجع على قبل كان اقل برضه، يعني على جيلنا نحن بالفعل ما كان في وعي. لا ما كان في وعي، لا كنا نعرف التاريخ الشركسي صح، نعم، ولا كان في وعي كامل على اساس انه هاي لغتنا ولازم نتمسك فيها. نحن جيلنا بلش الضياع من جيلنا على فكرة. يعني للأسف آبائنا وأمهاتنا ما شدوا، ما بعرف شو الأسباب اللي كانت عندهم. طبعا كانوا يستعملوها انهم يحكوا مع بعض، صح، في بيوت حافظت، في اباء، بس قليله جدا، الاغلب قليله جدا ضيعوا اللي اللغه بهذيك الفتره. ليش بطل في عندهم هذا الحافز بهداك الجيل؟ صح، كانوا يستخدموها بيناتهم انه يحكوا مع بعض الكبار، انه مشان الصغار ما يفهموا. ضيعت علينا، ضيعت علينا فرصه ان نتعلم، وزعلنا، يعني زعلنا انه ما تعلمنا. بس في انا ما بعرف، لما فكرت انه ايش الحلول، يمكن لقيت حل صغير، يعني اكيد يعني زي ما بيقولوا قدراتي بسيطه. بس امبارح فكرت انه سمعت مره انه اكثر من مره الجمعيه الشركسيه بتعطي دورات، فيا ريت انه مثلا يكون الجمعيات كلها مثلا، انه مش بس يقتصر على الجمعيه الام. ليش؟ في اوقات لما يكون قريب مثلا زي انا مرج الحما مثلا بناعون، لما ينعطى 5 دقائق شيء وقت كمان إله، يعني مش سهل اني انا يكون وقتي دائما فاضيه واقدر، مش لانه لما يكون يعني جمعيه قريبه هذا كمان يعني بيساعد كتير، يعني لانه مثلا من مرج الحمام للسابع صحي، بس انه لا، اوقات الوقت بفرق معي، يمكن ما صح لي اني اسجل. لا انت بتحكي، حكيتي نقطه مهمه كتير. من الحلول انه نحافظ على اللغه الشركسيه انه نتضايق انه احنا ما بنعرف. طبعا بزعجك كتير، هاي النقطه رقم 1. احنا نتضايق، فبالتالي بنشتغل على هذا الموضوع. فراس، بنرجع لك هلا. ليش بدنا نحكي بمنحنى اخر شويه؟ انت كنت حكيت انك انت عشت بالقفقاز، تعلمت بالقفقاز، انت كنت مع ناس اللغه الاولى عندهم خصوصا في القرى. وانا بعرف كمان، انا عشت كمان هناك بالقفقاز فعلا. بالمدينه في كثير ناس بيعرفوا اللغه ولكن بيحكوا بالروسي. بالقريه لدرجه انا بعرف ناس حتى بيكسر بالروسي، يعني اللي عندهم اللغه الاولى هي اللغه الشركسيه. شو بتتوقع الحلول؟ والله انا يعني
ابتكرت شغله بصراحه. ابتكرت شغله. فنحن لما كنا صغار، انا كيف تعلمت انجليزي؟ كنت تعلمت انجليزي من الاغاني الانجليزيه بصراحه. اغاني وافلام. فكانت الاغنيه تعجبني، اضلني وراها حتى احفظ كلماتها. اقول لك ما وقتها ايامنا ما كان في انترنت. كنا نروح ونسال وهذا ونحط هيدفونز، بدنا نعرف الكلمه كيف تنحكى الكلمه. ونطور من القاموس. بعدين كان في عندي شغله دائما بتوجعني انا يا اخي، الاغاني الشركسيه. الاغاني الشركسيه في اغاني كثير قديمه، وانا بتقدر تحكي، بدك تحكي لي دقه قديمه، ممكن اكون دقه قديمه، يعني انا بحب الاغاني اللي قدام. في عندي اشرطه كان والدي الله يرحمه من ايام الستينات والسبعينات، اغاني شركسيه كثير قديمه. والاغاني الشركسيه القديمه بتختلف عن الاغاني الشركسيه الجديده. طبعا كلها اشعار، كلها اشعار وكلها كلمات راقيه ولغه شركسيه قويه. ولغه شركسيه قويه وفيها نوع من التشبيه. يعني مش بس والله انت حلوه وانا بحبك وابصر شو، لا فيها كانها كمان زي حكم، يعني كانها فيها حكم وخدجها وهي الشغلات التراثيه. المهم فهاي الموضوع كان دائما ضايقني. بعد فتره طلعت هيك خطرت ببالي، طب نحن ليش ما انا يعني هلا اعيد احياء اللغه الشركسيه. كيف اعيد احيائها؟ فرضا والله بقول يعني ليش ما نسوي اغاني شركسيه بس تكون حلوه الشباب يسمعها؟ ليش ما نسوي اغاني شركسيه تكون حلوه، اي شاب شركسي هو بالسياره عم بيسوق ما يحط اغنيه اجنبيه، يعني موضه، نسويها موضه. نعم. خلينا نأديها بطريقه تعجب الشاب انه يسمعها. ما بدي احكي لك لسه تكون انها حلوه كثير اللي يحبها، وتحفزه انه يحفظ كلماتها. يعني طريقه عصريه جميله انه ما هي هاي بالضبط. انا وقتها نويت بدي احفظ كلمات هالاغنيه اللي غنيتها قد ما هي فعلا حلوه. كانت فرقه منشأ فرقه بي 12 هي هاي الفكره. رحت انا على يعني طبعا انا ما في عندي غير اني بغني شوي وحافظ بحكي شركسي، وعندي انا ما بعرف هاي الفرقه شركسيه هون يعني. لا هلا نشأت جديد بي 12 هي صار لنا فتره عم نشتغل. فرقه شركسيه يعني. فرقه شركسيه حلو. البي 12 هي زي البي بتيجي بي 12 انه ريمبر ذا باست، يعني تذكر الماضي. ايوه وبرضه بتيجي انه في بشقط فهو بشقط يعني 12 نجمه. ايوه فعلا بالمعنيين. ايوه حلو كثير. فرحت استنجدت بفراس فالنتاين عنده استوديو. قلت له فراس انا 1 2 3 انجدني، انا في عندي والله فلان واجتمعنا وكذا، وهذا بسرعه فظيعه يعني. والحلو بالموضوع انه كان كلنا عندنا نفس الرغبه ونفس الحماس، والكل تحمس والكل شو اسمه. ففعلا اشتغلنا على اول اغنيه زبطناها ودبرناها، وهي باحتفال اللغه الشركسيه اللي هي كان جميل جدا رائع. بس للاسف كان الصدى كثير وما بين. لما تيجي تسمعها، لانها مسجله عندنا اوديو، لما تيجي تسمعها اوديو تحطها بالسياره فيها، يعني نستنى ألبوم ان شاء الله فلسه هلا الاغنيه. من وين اخذتوا الكلمات؟ انتوا كتبتوا الكلمات؟ انا بعرف الكلمات، طلعناها من النت طبعا، بس انا بحافظها مكتوبه جاهزه يعني. بس هي يعني تلحينها عندنا تلحينها وعندنا تلحينها. حلو الجاي عندنا ان شاء الله الاغنيه الجايه عندنا شغديه اغنيه كثير حماسيه. معنا يعني مستحيل اذا واحد بيسمعها يضل قاعد بمحله. طب هذا كثير حافظ حلو تعرف يعني هذا مدخل حلو كمان. طبعا هاي احدى الحلول اللي ممتازه جدا يعني. كل الشباب والصبايا كمان فعلا مع انه ما بيتقنوا كلغه الشركسيه، لكن عندهم خلينا نقول اذن موسيقيه شركسيه ممكن بهالطريقه تجذبهم. يعني وحده سبب ثاني انهم يتعلموا يعني، ولو اني بدي شوي هذا بالعكس، اللي ليش نحن دائما الشركس بس عندنا رقص؟ طب في عندنا شغلات يعني الاغاني الشركسيه، يعني انا بجوز هلا الجالسين هون مش متعمقين كثير باللغه الشركسيه، بجوز ما يفهموا اللي عم بحكي انا. بس في غنية فرضا غنية هي واحد بيحكي عن زوجته، مش متذكر شو هي، بس فيها نوع من التشبيه، يعني في فرضا إذا بستذكر واحد من المقاطع بيحكي وسقي سامة دغب زيخم يغتكش، يعني إذا تلجت الدنيا أشعة الشمس بتدوب الثلج. هي ما زمسيتنا وسقي سامة دغب زيخم يغتكج بشاف تصجخر الغيمة السوداء جقي بشما يريخج، إذا إجا هوا هب عليها بيريحها بيوديها بيفرقها. هوا الشقش وسمة كج
بس في ثلج ما بدوب. عم بحكي لمرته في ثلج ما بدوب هذا، وانت مو عروه مشو قروش ما بودج، وانت مو ملاحظيته عم بضيع. عم بحكي عن حبه إلها. تعبير حلو فعلا. بقول انه لما تلج الدنيا بتيجي الشمس بتدوب الثلج، لما تيجي غيمه سوداء بيجي هواء بفرق. بس في ثلج، انت في ثلج ما بدوب، انت مو منتبهيت له، عم بيروح من بين ايديك. عم بحكي عن حبه هو. نعم. شوف قديش كلمات كثير راقيه. نعم صحيح. طيب ليش نحن بس عندنا الرقص؟ طب صح نشاطات ثانيه، صح احنا مختصرينها عن جد على الرقص لحاله فعلا. الأغاني الشركسية خصوصا القديمه، يعني انا فرضا في ملوخه ورد. الملوخه ورد هو عباره عن غنيه شركسيه بغنيها واحد راعي. اسمع كلماتها بس، وقف شعر راسك قد ما هي حلوه، وهي ثبق خدع. يعني انت عم تحكي عن ماضي شركسي، عم تحكي زي اكنك لما تيجي تسمعها زي اكنك انت عم تستحضر شغلات قديمه، وبتتذكر جدودنا وبتتذكر ابهاتنا كيف كانوا وكيف عاداتهم وكيف تقاليدهم. بتصير تحس بالانتماء، بتصير تحس شو اسمه، مو يعني لازم يعني فعلا موضوع الاغاني الشركسيه كثير مهم. هلا اللي حكيته انه الرقص بيشددوا عليه، يعني صاروا يركزوا عليه اكثر. انا ما اعتقد هذا واحده من النتائج من نتائج انه ضياع اللغه. نعم. عم بيعوضوا يعني في اجيال بتعوض انه احنا ما بنحكي لغه. على فكره الرقص كمان، انا يعني خليني اكون مدافع شوي عن الرقص. الرقص لغه عالميه، هو تراث. يعني انك بتحكي قصه، انت بتحكي لك قصه لكل الناس بين ما كان، ايش ما كان اصله او لونه او صحيح على المسرح بارقى طريقه. صحيح. فعلا توصل رساله، لغه التفاهم هي سووها. يعني طبعا هذا لا يعني احنا لا يعني انه نهمل اللغه الشركسيه، يعني ولكن هذا على ما اعتقد سبب الالتجاء الشركس مش بس بالاردن، على فكره بكل انحاء العالم للرقص اكثر شيء، عشان لأنه في عندنا ضعف باللغة. النقص عندنا بموضوع اللغة. في ضعف باللغة. بتلاقي شاب انه انا بدي ارقص عشان على الاقل عندي شيء شركسي. نعم. عندي شيء. وبعدين في شغلة، اسمحوا لي، اسف. في شغلة كثير مهمة. نحن ابهاتنا وامهاتنا وستاتنا وجدودنا لما نحكي كلمة شركسية ولو مكسرة، افرم. لا. اذا انا حكيتها غلط ظبطني، مش تقعد تزقف لي وانا عم بحكيها غلط. لا. نعم. يعني هاي الشغلة كثير مهمة كمان، لعبت دور فينا. يعني هلا عدم المؤاخذه، انت بتشوف مرات بتلاحظ فرضا جماعه شركس بيشوفوا اولاد صغار او هذا بيأدوا اغنيه معينه بطريقه مو حلوه، واللغه مكسره، والشو اسمه افرم كذا ممتاز والله شاطرين. اوكي، ما بصير انك حمسه، بس وجهه يعني مو انك تكبر راسه على انه بيسوي شيء غلط. يعني تصليح الاغلاط، صلحه بطريقه حكيمه. نعم. مو انك تزعله وتهبطه وتهبط معنوياته. ما حدا عم بيحكي لك تهبط معنوياته، بس برضه لازم يكون في عندنا رؤيه انه نحن كيف بدنا ندير بالنا على الشغله هاي، لانه هاي عن جد يعني زي ما حكيت لك سوسن بالبدايه، هذا الشغله مو سهله. نعم. مو سهله ابدا. هاي مهمه كثير صعبه وعلى كتافنا ومتشعبه، وبدك يعني تلاقي لها حلول. على فكره لما بدك تلاقي لها حلول بدها دراسه. اذا عن جد بدنا نلاقي لها حلول بصراحه، بدها دراسه. يعني بدها دراسه ونتائج شو بدها تطلع، وبدك تبلش تحل يعني موضوع واعتقد بدها ميزانيه. بس لاني قطعت حديث. هو بلا شك يعني قبل ما نرجع ليزن، هو بلا شك هي بدها دراسه، هي بدها جهد، بس على ما اعتقد كمان بدها جهد فردي بدايه. يعني رغبه. يعني لو كان في عندنا جامعه تدرس اللغه الشركسيه 4 سنوات بكالوريوس، اذا ما فيش طلاب يسجلوا طبعا لازم يكون انا عندي دافع اني اتعلم اللغه الشركسيه. بعرف انه التولز، الادوات لتعلم اللغه لازم تكون متوفره اكثر عشان تساعد، ولكن اذا ما كانت توفرت الرغبه عندي انه اتعلم واحافظ على اللغه، اي تول ما راح يزبط. هسه كل الفرق اللي بالقفقاز، انا بحكي عن الفرق مش شركسيه. نعم. بيلبسوا نفس اللبس الشركسي. نعم. واسمه تشركسكا. نعم، باللغه الروسيه بسموه تشركسكا. بتناقشوا بقول لك لا هذا اللبس طب انت شو بتحكي عنه، شو بتسميه؟ بتسميه تشركسكا. نعم. الرقص طبعا هسه كل الفرق القفقازيه صار نفس الشيء. تقريبا نفس الشيء، يا برقص شركسي مع شيشاني مع داغستاني، مع الادوات الموسيقيه اللي هي البشنا ضربان كل بيستعملها.
حتى الاكورديون بكل العالم يعني مش بس بالقطار. نعم. السكين الكل بيعرفها. نعم. الشيء الوحيد اللي ضلك اللي فعلا يميزك هو لغتك. نعم. يعني تحكي انه انا شركسي وبرقص او شركسي وبعزف، انا بعزف بس ما عمري شفت انه هذا الشيء بيعطيني ادفانتج انه انا فعلا شركسي. ممكن بيزيد عندك شغله، بس هو طبعا اللغه هي اهم شيء، هي العامل الاول يعني. انا اكثر شيء انبسطت على موضوع الشركسي انه ب 2016 سافرت اول سفره للوطن الاوكلي يعني نحكي، لما شافوني عم بحكي معهم بالشركسي وانا عم بغلط يعني بين انه هذا واحد عم بتعلم، انبسطوا. نعم. انه شيء بيخليك تفتخر يعني. فانا عن جد من وقتها انبسطت. وعلى موضوع الاغاني يعني حتى الان اذا بتشوف فيسبوك ويوتيوب بالقفقاز هسه في شيء اللي هو جكواك وكوب. طبعا هذا اللي هو مجموعه بيطلعوا حتياكوا والشناوه ووردق وبيعملوا الخوخ، بيشتغلوا بالجوق، بيسووه بالعادات والتقاليد يعني. ونفس الشيء اللي هم شغالين عليه احنا شغالين عليه بس بطريقه ثانيه اللي هو بشنا وشجع بشنا وهو الانسامبل الشركسيه التراثيه مع وجود الغناء. انا اذا تسمحوا لي بدي اتوجه من الطاوله هاي. هلا انا ما بعرف، انا في عندي شويه خبره بالتعليم اللغه. تعليم اللغه لغير ناطقين بها. نعم. هذا علم مستقل. طبعا صحيح. هلا انا ما بعرف بصراحه، ما بعرف هون كيف بيعلموا اللغه الشركسيه. بس انا لفت انتباهي يزن لما حكى تعلمت الاحرف دوري علقت باذني. اكبر غلط لما تيجي تتعلم لغه جديده انك تبلش بالاحرف. ليش؟ لانك انت طريقه عمل مخنا، انت لما تتعلم الحرف وتتعلم الكلمه وتصير الكلمه العربيه بتترجمها للغه الشركسيه، طول عمرك بدك تضلك تترجم هون. طول عمرك بدك تضلك تترجم. فعشان هيك بتلاقينا بنصير ونحن بنحكي شركسي بنتأتئ، لانه بنصير اول شيء نفكر بالعربي، بنترجم الحكي للشركسي بعدين نحكي بالشركسي. هذا اكبر غلط. حكينا انه في اقبال على تعلم الرقص كنوع من الواحد يعوض النقص شعور النقص باللغه، بس ممكن احنا نربط اللغه مع الرقص، خصوصي في الفرق تبعت الاطفال، بعرف شو يسموها اشبال او ناشئين. نعم. هسه ممكن تصير نستعمل كلمات بسيطه، مثلا الواحد الا بالتمرين عنده مثلا 4 ساعات بده يروح يشرب مي، ما بتروح تشرب مي غير لما بدك تحكيها بالشركسي، بنعلمه اياها بصير يستعملها. باجي انا مثلا انا المدرب بعمل حالي مش فاهم لما يجي يحكي بالعربي، فبده يحكي لي اياها بالشركسي، بروح بصير تاخذ. بالنادي الجيل مثلا اللي بيحكي يزن، هلا نادي الجيل مثلا كانوا المدرب يعد العشرة الحركات، اغلب اللي بيرقصوا بيعرف يعد العشرة. لما كان يحكي لهم انه مزنقه وقفوا نص دائره، كلهم بيعرفوا شو يعني مزنقه، حزر، في كلمات يعني كلمات كثير بصراحه. حتى الاواعي، اللبس الشركسي واكسسواراته اغلب بالفرق بيعرفوه، حزر، شاخستان، مثلا قامه، سشوة، جانا، هاي الشغلات كلهم بيعرفوهم يعني اكثر من غيرهم من اللي خارج وسط الرقص وهاي الشغلات. هلا بالنهايه موضوع اللغه الشركسيه موضوع مو صعب ومو سهل يعني انت عشان تسلك هذا الطريق بدك تواجه بعض الصعوبات، ولكن إذا كان أنت بعقليتك وعقلك الباطن إنه هاي الصعوبات تؤدي إلى المحافظة، إذا أنا كشخص سعيت واشتغلت إنه أنا أكون واحد من فرد من هاي الأمة الشركسية، بسوي اللي علي على الأقل إنه أعلم نفسي وأولادي صحيح اللغة الشركسية. فكل واحد إذا فكر زي هيك أنا ما أظن النتيجة بتكون خيرة للمجتمع أو للأمة الشركسية بكافة أنحاء العالم، إن كان بالوطن أو بالمهجر. فبنهاية حلقتنا اليوم لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا، أشكركم على المعلومات القيمة والحوار الجميل اللي كان موجود. هذا بدل إنه إحنا عنا كمية هائلة من الأفكار اللي بتنحكى لازم تطبق اليوم، لازم تترجم إلى أرض الواقع. ولسه في أمل يعني لازم نكون متفائلين. طبعا. ونحكي للمشاهدين إنه ما دام الأمل موجود والنية موجودة صافية، ما أظنش بكون كل إشي، ما بكونش الإشي صعب.
ولكن احنا لازم نحط الخطوة الأولى في الطريق عشان نكمل هذا الطريق. وما دام بلش يتحرك الموضوع اكيد رح يضل نعم. مستمر ان شاء الله. ايوه بتبدا بخطوه. وهذا هو الاساس، هذا هو الاساس تبع برنامجنا انا خورايا اللي هو الطاوله المستديره، اللي نناقش مواضيع شركسيه شتى لنساهم في ايجاد ممكن بعض الحلول او المقترحات اللي تمشي او بتساعد للحفاظ عليه او للتوعية الناس فيه. بالنهاية ان شاء الله بنشوفكم بحلقات جاية عن مواضيع شركسية تانية. شو اجا زوجا تحبوبة.